اهلا بنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده وفي احوال جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الروتين هذا ديال العنايه، روتين قبل وبعد الحمام. هنايا البنات حطيت يعني البيجامه ديالي. عندي البنات هاد البيجامه هذه يعني بيجامه وكيطمه في نفس الوقت. هنا البنات غادي ندير مزيل العرق ديال دوف، وغادي ندير البنات كريم ايدغاتون ديال اللحم من دوف حتى هو. وعندي البنات هاد سبراي هادي ديال فيكتوريا سوكريت، زوينه البنات، واحد الريحه فيها ما شاء الله غزاله. وعندي البنات هذا ديال مرطب ومقشر في نفس الوقت ديال الرجلين. وعندي البنات هذا الكريم هذا بوغ لي مان، خديته من عند مينيسو. راه كاينين البنات في الالوان وفي الاشكال وحتى الروايح البنات مختلفه. وعندي البنات هذا معطر خاص بالشعر من بديع العود من شركه لطافه. وما نساوش البنات التعطير ديالنا. عندي هاد الريحه هادي كتعجبني بزاف بزاف بزاف، والريحه ديالها كتبقى. ودابا البنات غادي ندوزو باش غادي نشوفوا شنو درنا في التخليطه ديال الشعر ديالنا. البنات هاد التخليطه هادي كتصلح حتى للشعر اللي ناشف. انا شعري البنات راه ناشف 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 بزاف، ودرتها وعطاتني البنات واحد النتيجه غزاله غزاله غزاله، وكنتمنى حتى نتوما تجربوها. هنا البنات اول حاجه غادي نديرو، خديت هنايا البنات الزاز، يعني على حسب الكميه والطول، يعني غادي نديرو الكميه على حسب الطول ديال شعرنا. هنا البنات عندي السدر. هنا البنات شعري طويل، راه درت 3 المعالق اللي درت البنات من كل حاجه. وعندي البنات هنايا زيت ديال الافوكا حتى هو درت منه. وخديت البنات حتى القرنفل المدقوق او القرنفل المطحون البنات. وهنايا غادي نضيف عليهم داك الزيت ديال الافوكا اللي وريتكم، راه زوين زوين بزاف البنات، وعطاني واحد الترطيب للشعر ديالي. كيف ما قلت لكم انا شعري راه ناشف، وهذا الشيء هذا ديال الخواض وديال الحنه راه ما تصلحش ليا، ولكن بهالطريقه هذه البنات اللي درت فرا عطاتني واحد الترطيب زوين للشعر ديالي. هنايا البنات عندي الحنه حتى هي درتها معاهم. كنتمنى انكم تجربوها، كيف ما قلت لكم راها زوينه للشعر ناشف، وحتى البنات اللي عندهم الزغبه ديالهم هابطه راه تصلح ليهم اكثر. وغادي نضيف عليهم البنات دانون مسوس، ها هو البنات طبيعي راه درتو البنات حتى هو. وهنايا البنات كنت نسيت البنات هنايا هذا البنات الريحان حتى هو راه درتو، خديت منه البنات حتى هو 2 معالق. زوين البنات وفيه واحد الريحه غزاله. وكيف ما قلت لكم هاد التخليطه هذه راه كتخلي واحد الريحه كتحمق الشعر. وهذا الشيء كامل البنات غادي نغلي الماء ديال البابونج وغادي نخلط به، وغادي نديرو الشعر ديالي. ودابا غادي نشارك معكم باش كنغسل الشعر ديالي. كنغسل الشعر ديالي بهاد الشامبو ديال دوف بنسمه ديال الخزامه، وهذا البلسم ديالو. ودرت البنات هاد جيل دوش هذا ديال مارسيل زوين بزاف بزاف بزاف، وكيخلي واحد الريحه غزاله. وهاد الكيس البنات خديتهم في مينيسو حتى هو راه زوين، وكيخلي يعني كتحسي بواحد الرطوبه على اللحم ديالك. وهذا البنات ديال الكوكومبر، هذا مقشر ديال الجسم كنديرو من بعد ما كندير جيل دوش. وهذا مكان حبيباتي. وهنايا البنات يلا قولوا لي بصحه وراحه. واحد التحميمه يا البنات، واحد التحميمه غزاله يا البنات، والله العظيم الا تشهيتها لكم كاملين بكم. ومن بعد ما ساليت الدوش ديالي خرجت لبست حويجاتي، ومن بعد ما لبست حويجاتي نشفت شعري ودرت ليه زيف ديال حياتي وغادي نخليه. دابا البنات غادي نبداو اول خطوه وهي التقشير. ضروري البنات التقشير كنديروه هو الاول، عاد الا كنا غادي نطابيو شي ماسك من بعد منه. هاد المقشر البنات احسن 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 مقشر بالنسبه ليا. يعني اللي والم البشره ديالي، البشره ديالي راها مختلطه، يعني في الصيف دهنيه وفي البرد كتكون ناشفه، ولكن بعض المرات كتولي دهنيه
وناشفة في نفس الوقت. غادي ناخد قهوة، غادي نضيفها هنا، وغادي نزيد عليها السكر. البنات غادي نزيد عليها السكر هكايا. كما قلت لكم اي زيت عندكم تقدروا تستعملوه، ولكن بالنسبه للبشره اللي ناشفه انا كنصح بزيت جوز الهند. صراحه راه تيعطي واحد الترطيب زوين بزاف وما تيخليش لينا البشره ديالنا تبقى ناشفه. انا كنصح به لانه صراحه انا فاش كنديرو يعني كتعطيني واحد النتيجه زوينه، ولكن على حساب البشره ديال كل وحده. ما كانش عندك تقدري تستعملي فقط غير زيت الزيتون. غادي نحاول انني نديرو هنايا ونخليه يذوب ليا. غير بشويه البنات باش ما ناديوش البشره ديالنا، لان داك السكر حبيبات باش ما يجرحش لينا البشره ديالنا. غادي نحاولوا نتعاملوا معاه غير بشويه. وهنايا البنات ما نساوش حتى يدينا حتى هما ضروري حتى هما نديروا لهم تقشير هكا مره. صافي هنايا من بعد ما غسلت وجهي، هنايا كنأكد البنات على واحد الحاجه ضروري من بعد ما نغسلوا وجهنا نديروا هكا شي جيل عندنا نيطويون ديال الوجه باش ما يبقاش وجهنا هكا ميدم، باش ملي نديروا الماسك الثاني البشره ديالنا تستافد منه. غادي نضيف عليها البنات هنايا معلقه حليب بودر يعني نيدو صافي. وغادي نزيد عليهم البنات هنايا عندي زيت حبوب الصبار مضاد البنات للتجاعيد. هذا البنات زيت حبوب الصبار البنات هاو يعني قياس معلقه صغيره. وغادي نزيد لهم البنات قطرات من ماء الورد. صافي البنات وغادي نحرك دابا الماسك ديالي مزيان. هنا البنات هذا الماسك هذا انا كنت غادي نزيد عليه دانون السوس، ولكن للاسف ما كانش عندي، فلهذا غادي نجمعو بماء الورد. ماء الورد حتى هي زوينه للبشره ديالنا وكتعطينا واحد المنافع زوينه. صافي البنات هنايا من بعد ما جمعت الماسك ديالي كنتحصلوا على هذا الخليط بحال هكا، يعني ما قاصحش بزاف وما جاريش بزاف. صافي دابا غادي نبدا باش غادي نطابيه على البشره ديالي. ولا حبيباتي بعد ما طابيت الماسك على وجهي غنخليه حتى شويه ونعاود نطلق. وبما شويه ماسك البنات غنشرب معكم واحد المشروب بقاو. ودابا البنات الماسك ديالي نشف. هنا البنات شوف يعني ما كيبقاش يلصق في اليد وكنحسو بوجهنا مجبد حتى الهضره ما كنقدوش نهضروها. صافي دابا غادي نمشي نغسل وجهي ونتلاقى. شوفوا معايا البنات، شوفوا البشره ديالي، شوف هاتي واحد الرطوبه خلى ليا داك الزيت ديال حبوب الصبار البنات. والله العظيم الا خلى لي البشره ديالي بحال اللي راني دايره لها شي كريم ايدغاطونط، ولكن انا ما دايره لها حتى شي حاجه. شوف دابا البنات غادي نيدغاطيو وجهي بهاد الكريم هذا ديال فيشي، تيعطي واحد الترطيب زوين للبشره البنات.
وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، ونتمنى ان شاء الله ان الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتجربوا البنات هذا الماسك اللي عطيتكم ديال النشا وديال الحليب بودر، راه رائع للبشره وكيعطي واحد التجبيده للوجه غزاله. وصافي هذا ما كان حبيباتي. اللي ما مشتركاش البنات تفعل الجرس وتخليو لي شي تعليق هكا يكون زويون، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.